انت كمدير لازم يكون عندك طول الوقت حاجتين بتستعملهم مع الناس بتوعك طول الوقت، حاجه اسمها كوتشنج وحاجه اسمها كونسلنج اللي بنسميه 1 تو 1، ولازم تبقى فاهم الفرق بين الاثنين كويس قوي واستخداماته. الكوتشنج مش مجاله النهارده ان انا اتكلم عنه في الفيديو ده، بس انا عايزك في حته ثانيه اسمها الكونسلنج. في بعض المشاكل اللي عند الناس بتبقى باد بيرفورمانس او بتبقى نيجاتيف اتيتيود، لو قعدت يا رب 10 سنين معاه تدرب فيه مش تنجح معاه، هيفشل برضه في الاخر. ليه بقى؟ لان الكونسلنج ده اتعمل علشان نحل المشاكل المتعلقه بالاتيتيود، بالسلوكيات اللي عند الناس. يعني مثلا اديك مثال، واحد كل ميتنج بيجي متاخر، واحد كل مره بيقلل عدد الزيارات اللي المفروض يعملها، يعني المفروض يعمل مثلا 7 زيارات في اليوم، هو بيعمل 3 كل يوم، رغم ان انت نبهته مره واثنين وثلاثه اهميه الزيارات وعددها، ومع ذلك هو متجاهل الاكتيفيتي او الكفرج او المشكله اللي عنده، ومصر متعمد ان هو ما يعملهاش. واحد مصر متعمد برضه ان هو ما ينفذش الاستراتيجي بتاعت الشركه، كل ما تقول له احنا هنمشي يمين عايز يمشي شمال، دماغه سيئال كده. هل النوع اللي زي ده من الناس نعمل معاه كوتشنج، ننزل نطبقه على الشغل، ننزل ندربه اكتر؟ يبقى انت بتضيع وقت معاه. ليه؟ لان القانون بيقول لك اذا كانت المشكله متعلقه بالاتيتيود والسلوكيات، المايند سيت بتاعه فيه مشكله، المينتاليتي بتاعته، الريزيستنس اللي عنده، الاتيتيود بتاعه، في الحاله اللي زي دي اعمل له كونسل. ايه بقى اللي انا عايزك فيه النهارده؟ ازاي تعمل كونسل، ازاي تقعد 1 تو 1، لان الكونسلنج ده ليه اصول، مش كونسلنج بقى في التليفون محمد ما تعملش ده تاني اصل ده ما يعجبنيش، ما ينفعش، ده مش كونسل. الكونسلنج ده اولا لازم يبقى فيس تو فيس، ما ينفعش في التليفون تجيب الشخص وتقعد معاه. الحاجه الثانيه لازم تستعد للكونسلنج قبلها بيوم، يعني بالليل النهارده تحضر للنقط بتاعت بكره، عشان ما تقعدش تايه مع الراجل وانت بتعمل له كونسلنج يغلطك هو بدل ما تغلطه انت. فدي الحاجه الثانيه، لازم يكون برايفت 1 تو 1، مفيش طرف ثاني ولا ثالث ولا رابع ولا قدام التيم. ايه بقى اللي بتعمله في الكونسلنج؟ اول حاجه بتقعد مع الراجل، بتوصف الاتيتيود بتاعه، بتديسكرايب، بتقول له انا جايبه ليه؟ والله انا جايبك علشان انت عندك مشكله في الكي بي ايز اللي اتكلمنا عليها اكتر من مره، انت بتعمل عدد زيارات اقل من المطلوب. الخطوه رقم 2، اكسبلور، اساله انت ليه مصر على كده؟ انت ليه كل مره متعمد انك تعمل اقل؟ هل في مشكله عندك انا مش فاهمها؟ هل في حاجه عندك عايز تقولها في الموضوع ده؟ فيبدا الشخص يقول لك، احتمال ينكر ويقول لك باشا زيارات ايه؟ ده انا اكتر واحد بيعمل زيارات، مين اللي قال لك الكلام ده؟ لازم تكون طابع ومجهز الفاكتس بتاعتك، عشان كده بقول لك تكون محضر قبلها بيوم. قول له ده الكفرج بتاعك الشهر اللي فات، والاكتيفيتي دي الاكتيفيتي بتاعت الشهر اللي قبليه، ده اللي قبليه، وواضح من كل ده ان انت عندك الموضوع لا ده بيقل وبيقل بشكل كبير، مجهودك بيقل بشكل كبير، واضحه جدا جدا يعني. الحاجه المهمه في الكونسلنج كمان انك لازم تدي alternatives وحلول بديله للشخص. قول له طيب ايه رايك لو عملنا كذا؟ طب ايه رايك لو حليناها بالشكل الفلاني؟ طب لو عملنا تايم مانجمنت بالشكل الفلاني؟ طب لو بدانا بالاريا دي قبل الاريا دي؟ دور معاه على حلول للمشكله بتاعته، وبعد كده اوعى تسيبه يمشي غير ما تاخد كوميتمنت منه بكلمه واحده، اوكي وصلت يا ريس وهبدا اشتغل على الفتره اللي جايه. لو ما قالش كلمه اوكي انا معاك ضن، يبقى احنا كده ما عملناش كونسلنج. الكونسلنج مبني على انه يديني كوميتمنت، واخر خطوه في الكونسلنج انك تعمل فولو اب على اللي انت اتفقت عليه. ده تكنيك بسيط في المانجمنت اسمه كونسلنج، بيعدل سلوكيات الناس. قيس على كده بقى الراجل اللي بيتاخر كل يوم، الراجل اللي هو ريزيستنت ليك في كل ميتنج، عايز يطلعك غلطان قدام الناس قدام التيم، عايز يطلع كلامك انت غلط كمدير عشان يقلل منك قدام الناس. واحد مش متقبلك كمدير وريزيستنت ليك، ومش كان شايف نفسه احق بالاداره، وبالتالي عمال يعمل حاجات فيها ريزيست. واحد نيجاتيف اتيتيود وسلوكياته سلبيه مع التيم بتاعه كله. واحد ما بيعملش عدد الزيارات المطلوب منه متعمد رغم انه عارف الصح وكل مره مصر على انه ما يطبقش ده. واحد بيتاخر كل مره في ميتنج ومش عايز يعدل من السلوك ده. كل دي مشاكل واحده اسمها مشاكل اتيتيود. هتعمل ايه يا باشا؟ هتعمل كونسلنج زي ما السواح بيقول لك كده، تجيب الراجل 1 تو 1 وتمشي على الخطه اللي بقول لك عليها، بس تكون محضر لها قبلها بيوم. خلي بالك لو رفض الكوميتمنت او رفض يقول لك لا انا فعلا غلطان وهبدا اعمل الفتره اللي جايه دي، عاده انت كده داخل في سكه مش حلوه، او هو داخل معاك في سكه مش حلوه، وساعتها ممكن ترجع للفيديو بتاع الرفض اللي اتكلمنا فيه قبل كده، شوف احنا بنعمل ايه في خطوات ايه بعد كده يعني. وبالتوفيق ليك دايما ان شاء الله.